كل مرة بفتح المصحف بقف عند كلمة يا أيها الذين آمنوا، وبحس إن النداء دوت نداء مش ليا، لحد تاني. وانت مش مؤمن؟ ربنا بيناديك انت. في سورة المائدة لوحدها النداء ده اتكرر أكتر من 10 مرات. ربنا بيناديك علشان تمشي على طريقه زي ما هو، من غير مساومة ولا تأجيل. بس كتير بحس إن الأحكام تقيلة، حلال وحرام، تفاصيل كتير. علشان كده أول آية نزلت في السورة كانت يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يعني لو وعدت ربنا بالإيمان لازم تمشي على عهده وتنفذ كلامه زي ما هو، مش على مزاجك. طب ليه سمت المائدة؟ علشان فيها قصة عظيمة عن قوم سيدنا عيسى عليه السلام. لما طلبوا مائدة تنزل من السماء قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فربنا استجاب، بس حذرهم وقال فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني اللي يجيله آية من آيات ربنا وتجاهلها تبقى العاقبة شديدة. كل أمر في السورة بيأكد إنك ما ينفعش تمشي ورا هواك أو تطوع الدين على كيفك. فيها أوامر ربانية واضحة، تحذيرات من الظلم والتعدي. طب إيه أكتر موقف اتأثرت بيه في الصورة؟ قصة قابيل وهابيل، أول جريمة قتل في التاريخ. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. الحسد وطمع انتهت بدم، وربنا قال بعدها من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يعني صورة مليانة أحكام وقصص وآيات، آيات ثقيلة. هي كده فعلا، عشان نزلت في مرحلة متأخرة من الدعوة، والرسالة فيها كانت واضحة. اللي هيكمل الطريق لازم يكون ثابت. أنا حاسس إن الدنيا ماشية في اتجاه تاني، ناس بتنسى وتسيب وتفتري. هو ده اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. يوشك أن يأتي على الناس زمانا يغربل فيه الناس غربلة فيبقى حثالة من الناس، قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هكذا شبك بين أصابعه، وهذا دليل بين على الاختلاف. يعني هيفضل اللي متمسك فعلا بالحق، مش بالكلام، بالفعل. يعني اللي هيثبت في الزمن دوت هو اللي فاهم الدين ومخلص. بالظبط. وربنا سبحانه وتعالى ختم السورة بآية عظيمة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يعني مهما الدنيا اتبدلت، اللي ماسك في الله عمره ما هيضيع.